ازيكم جميعا. انا مروة سامي، مهتمة بالرسم والتعليم. النهاردة هتكلم عن مجالات العمل اللي ممكن تدخلك دخل لو بتعرف ترسم. كان في فكرة قديمة بتقول ان الرسم ما بيدخلش فلوس، ولو انت بتعرف ترسم خليها هواية على جنب وشوف لك شغلانة تانية احسن. بس الكلام ده مش حقيقي، وهثبت لك ده عمليا في الفيديو النهاردة. بس قبل ما ابدأ، في قاعدتين مهمين لازم تفهمهم عشان من غيرهم مش هتستفيد من الفيديو بشكل كامل. اول حاجه، الفلوس مجرد شيء لتبادل القيمه. يعني ايه؟ يعني لو انت بتقدم قيمه حد محتاج ليها هيجيلك قصادها فلوس. طيب القاعده التانية، لازم تكون مبادر، ما تفضلش ترسم جوه اوضتك وفاكر ان الفرصه هتنزل عليك من السما. لازم تتحرك، ولما تتحرك هتبدا تتكعبل في فرص كتير. وعشان كده لازم قبل ما ابدا هسال نفسي كرسام سؤالين: ايه القيمه اللي انا بقدمها للناس واقدر اخد عليها فلوس؟ وايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان اوصل القيمه بشكل صح؟ هتمسك ورقة والقلم وتكتب القيمة اللي بتقدمها. يعني مثلا لو بترسم بورتريه أو بترسم قصص أطفال أو بترسم باترن، وتبدأ تفكر إزاي المهارة دي ممكن تنفع بيها غيرك وفي نفس الوقت تكسب منها. مجالات العمل للفنانين كتيرة، سواء بترسم بالطريقة العادية أو بترسم ديجيتال. النهاردة الفيديو هيكون مخصص للناس اللي بترسم ديجيتال، وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو هعمل واحد تاني للرسم العادي. أول مجال، وده ينفع على فكرة رسم ديجيتال أو عادي، هي رسوم قصص الأطفال. المجال ده كبير جدا وتقدر تتعلمه بسهولة، خصوصا إن بقى فيه كورسات كتير ليه، وتقدر تشتغل على مواقع العمل الحر زي أبورك وفريلانسر، وفي ناس كتير بتطلب المهارة دي. تاني مجال، تعليم الرسم. لو عندك مهارة في الرسم غيرك محتاجها، تقدر تعمل كورس وتساعد غيرك وفي نفس الوقت تكسب فلوس. تالت مجال، تقدر تطبع شغلك الفني على منتجات مختلفة وتبيعها، زي النوت بوكس والشنط القماش وحتى ورق الحيطة وحاجات تانية كتير. رابع مجال، تقدر تبيع التصميمات بتاعتك، سواء باترن أو تصميمات تطبع على ملابس. وفي مجالات تانية كتير خاصة بالرسم، زي تصميم الشخصيات والستوري بورد، ودول بيكونوا محتاجين مهارات محددة. النصيحة اللي أقدر أديها لك، ركز في القيمة اللي بتقدمها وطورها، وحدد المجال اللي عايز تبدع فيه. ده هيوفر عليك وقت كتير جدا. يعني أنا مثلا مركزة في قيمة إني أعلم غيري رسم الديجيتال، وعشان كده بطور نفسي في الجزء ده عشان أوصل لمستوى كويس وأقدر أساعد غيري. لو عجبكم الفيديو استنوا الفيديو اللي جاي وقولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.